بمناسبة أزمة البيض اللي موجودة دلوقتي، طبق البيض المصري ب180 جنيه. راحت الحكومة طلبت بيض مستورد، مش عارف 30 مليون بيضة ولا كام، هتجيبهم يتباع ب150 جنيه. بيض تركي من تركيا. البيضة يا جدع شكلها يعني حاجة ايه، أكبر من البيضة المصري، ومطبوع عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. حاجة في منتهى الجمال. البيض التركي جاي لك طلع من مزرعته، اتشحن على العربيات، وصل للطيارة في المطار، الطيارة جابته هنا واتشحن على المنافذ اللي هتوزعه، وفي الاخر يوصل للمواطن ب150 جنيه. تخيل انت هو جاي طبق البيض بقى يعني تكلفته كام هناك. اتضح ان احنا عايشين وسط تجار في منتهى الجشع والاستغلال. ايه ده؟ ايه ده؟ ان كنا بنتكلم عن الحكومة سبب في ازمة اقتصادية حلت على البلد بسبب الديون والقروض اللي خدتها، فاحنا عايشين وسط غلان تجار ما يعرفوش ربنا، ما عندهمش دين، ما عندهمش ملة. ناس بتكسب وبتعيش وبتمص دم الناس في الازمات. هم ما عندهمش فكر البلد في أزمة دي فيسر على الناس عشان الأزمة تعدي. لا، ده أنا أشوف أعصر الناس دي وأطلع منهم بأكبر مصلحة. أنا لو كنت بكسب قرشين في الأيام العادية، فأنا في الأزمة هكسب 5 قروش. متخيلين؟ 180 جنيه عندنا هنا وجاي لنا وعدى وشحن وتفريغ وتخزين وغيره، وصل عندك بيتباع ب150 جنيه. انتوا متخيلين؟ والطبق ده بس مش على البيض، ده قيس الكلام ده بقى على كل حاجة هنا بيتم انتاجها في البلد. ناس كتير بتطالب الحكومة ان لازم الدولة تخرج من الاقتصاد. الدولة لو خرج من الاقتصاد وسابتنا للعالم دي هيحصل فينا ايه؟ الناس دي هتمص دمنا مص كده. عايشين وسط غلان، رجال اعمال وتجار عندهم استعداد يعملوا اي حاجة عشان مصلحتهم ويحققوا اكبر قدر من المكاسب في الازمات. فالحكومة لو سابتنا للناس دي، هم بجد مش هيخلونا، بس مش احنا يعني هيخلوا الشعب كله تحت خط الفقر. يعني هيبقى بس يعني اعداد الاغنياء في مصر تعدوا على صوابع الايد كده. انا فعلا بتخيل بجد لو فعلا البلد خرجت من الاقتصاد، سابتنا بقى للمستثمرين ورجال الاعمال، احنا مش هنلاقي ناكل حرفيا. الناس دي عندها جشع رهيب. الناس دي عايزة تتحاكم، بس محاكمة شعبية، لان الحكومة وقوانين الحكومة ما بتحاكمش. الكلام ده بيسموه يعني استثمار، تجارة، شطارة، لكن هم لازم يتحاكموا محاكمة شعبية. الناس دي مجرمين والله العظيم 3.